النهارده تقريبا اكتر حلقه فيها جد، مش قوي يعني، لان في قصص عن الفنانين اللي تعرضوا للخطر بسبب اعمالهم الفنيه تحس انها فيها شجاعه جدا وموضوع كبير، وفي قصص تحسها بقت بتضحك من كتر ما هي عبثيه. الحلقه دي هنتكلم فيها عن قصص حاجات حقيقيه موجوده فعلا حصلت. المشكله بقى ان في قصص مشهوره جدا زي مثلا قصه عادل امام، فانا قلت بقى ايه اجيب لكم الباك ستوري، بمعنى ان انا هجيب القصه من اولها اصلا، اوضح ليه ان الحاجه اللي عملها دي شجاعه وحاجه جامده. فقلت بقى اجيب الباك ستوري او القصه من اولها خالص ونحكيها كده ايه واحنا قاعدين. فخلينا نبدا بقى بالقصه الاشهر اللي كنت بسمعها من زمان جدا وعمري ما عرفت تفاصيلها، هي لما عادل امام قرر يروح يعرض مسرحيه محافظه اسيوط. ايه اللي يخلي حاجه زي كده مميزه؟ بيقولوا عشان محافظه اسيوط كانت مليانه ارهابيين، بس يعني برضه تحس الموضوع مأفورينه ولا لا، ولا الموضوع بجد ولا ايه؟ اهلا يا صاحبي، انا محمد عادل، وخلينا دلوقتي نشوف ايه حوار محافظه اسيوط ده، او يعني ايه شجاعه عادل امام في كده. يعني كان فيها 5 ارهابيين مثلا، ولا كسروا مثلا كام تمثال في جامعه عشان حرام؟ اقول لك لا 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 خالص. هو عادل امام اصلا راح امتى اسيوط؟ كان سنه 1988. حلو، ارجع لي بقى سنة 1981 نشوف ايه الدنيا والوضع اللي كان في مصر. سنة 1981 دي السنة اللي اغتال فيها الرئيس السادات. فاحنا بسم الله الرحمن الرحيم كده في دولة رئيسها اتقتل على يد جماعات اسلاميه. المهم الاغتيال ده حصل في القاهره عادي يعني عند المنصه. مال ده بقى ومال اسيوط؟ هقول لك انا بقى. بعد يومين من اغتيال الرئيس السادات كان عيد الاضحى، فخلونا نروح صلاه العيد في اسيوط. كان ساعتها الاطفال يعني لسه جايبين هدوم لبس العيد جديده، والناس بتصلي في الجوامع، والعيال لسه حتى ما لحقوش ياخدوا الهديه بعد الصلاه، لان الجماعه الارهابيه هجمت وقت صلاه العيد والناس بتصلي برشاش آلي وقعدوا يضربوا عشوائي. وطبعا في اي صلاه عيد او تجمعات كبيره بيكون في عساكر موجوده، ولكن العساكر ما كانوش مسلحين عشان ما يستفزوش الشعب وقت صلاه العيد، اللي هو انت جايب لي سلاح وانا بصلي، انت ايه مجنون؟ والعساكر برضه مش مديه اخوانا، مفيش حد هيعمل حاجه في وقت الصلاه، انتوا ايه ملاحده؟ دي جماعات اسلاميه المفروض. العساكر ما كانش معاهم غير العصايه بتاعه الامن دي، والظباط بس هم اللي معاهم طبنجات ومسدسات وكده، لان الامن ده بيكون موجود عشان الاشتباكات اللي بتحصل وكده، فاهم يعني؟ مش حاجه ارهابيه خالص. فلما يجي عليهم ضرب فجاه برشاش آلي، طبيعي ان هيحصل ضحايا كتير من العساكر ومن الظباط ومن المدنيين اللي بيصلوا. والجماعه الاسلاميه دي ما اكتفتش ان هي تعمل هجمه بس وقت صلاه العيد، ده في نفس الوقت في نفس محافظه اسيوط كان بيحصل هجمه تاني في مديريه الامن بتاعه اسيوط. عربيه كده نزل منها 4 وبرضه بالرشاش وقعدوا يضربوا وعايزين يحتلوا مديريه الامن بتاعه محافظه اسيوط. وفي نفس الوقت في هجمه ثالثه بتحصل عند مباحث التموين. في 3 هجمات في نفس الوقت، وهدف الجماعه الاسلاميه دي هي انهم يحتلوا محافظه اسيوط ويقيموا زي دوله اسلاميه، ويبداوا بقى يسيطروا على اسيوط، وبعدها يسيطروا على بقيه المحافظات، وهم عندهم فكر ان الناس كمان هتبقى معاهم وهيساعدوهم. عشان كده كمان اصلا قرروا ان هم يعملوا الاغتيال ده وقت تجمع زي صلاه العيد، بحيث ان هم فاكرين ان الشعب هيشارك معاهم، ولو مش هيشاركوا ممكن اصلا اثناء الضرب العشوائي ده واحد بيصلي يجيله طلقه فيبقى عنده غضب برضه، لان هو يكون مش عارف اتقتل من مين. فالمهم الهجمه دي بدات من الساعه 6 الصبح لحد الساعه 11 الظهر، قاعدين عمالين يضربوا على مديريه الامن والعمارات، وهتلاقي في الاخر ان العمارات مخرومه والمديريه الامن متخرمه من كتر الطلق. يعني الاشتباك استمر لمده 5 ساعات ما بين الجماعه الارهابيه والحكومه. هم كانوا فاكرين ان الحكومه هتستسلم بدري، ولكن اللي حصل لا، ان هو كان في استماتة ودفاع من الشرطة لحد ما الامن المركزي يجي، فهم هربوا اول لما الامن المركزي جه يعني. فنتيجة الاغتيال ده بيموت 118 واحد، ده غير بقى عشرات الاصابات اللي حصلت للبني ادمين، وكده كده حالة الهلع اللي حصلت للشعب، وكل ده في العيد في محافظة اسيوط. فانت تتكلم على عصر كان كله ارهاب باسم الدين الاسلامي. طبعا اللي بيعملوه ده يعني ملوش دعوه بالدين يعني. وخلي بالك الناس اللي في الجامعات الاسلاميه دي هم شباب صغير جدا، يعني يبدا معاك من سن 18 سنه لحد 26. ده كان امير من امراء الجامعات الاسلاميه. الشباب دي اصلا بيضحك عليها جامد جدا من الشيوخ الكبار اللي بيقعدوا يدوا لهم فتاوي باسم الدين، واللي هو انت داخل الجنه يا ابني وحور العين، وحتى عادل امام كان بيقعد يتريق على الموضوع ده في افلامه. المهم الجماعه الارهابيه دول ما اتقبضش منهم غير 2 وقت الحدث، عشان واحد كان بيرمي القنبله فرقعت في ايده حاجه كده، فاتقبض عليه. وبعد كده قدروا يجيبوا الباقي اللي عملوا المشكله دي واتحبسوا ما اتعدموش، واتحكم عليهم من 15 سنه ل 25 سنه اللي هي مؤبد، ومفيش حد منهم بيتعدم. وفي ناس منهم طلعوا في نص الحكم بحاجه اسمها التوبه، ما اعرفش ايه هي دي. وبتلاقي ان واحد منهم ولا تاب ولا حاجه، وطلع على التلفزيون الراجل بيقول له انت ندمان على اللي عملته؟ يقول له لا والله مش ندمان، ده انا كنت بدافع عن نفسي. بتدافع على ايه يا اسطى؟ المهم يعني احنا مالنا بالقصه دي؟ فين عادل امام؟ فين عادل امام؟ عادل امام اصلا بقى راح بعد الموقعه والحدث ده كله ب7 سنين. طبعا انت بقى هتفتكر ان الارهاب قل،
فعشان كده يعني هو راح وهو مطمن. هقول لك لا خالص. هتقول لي طيب ليه عادل امام قرر انه يروح اسيوط في عز الارهاب؟ وليه اسيوط كان فيها ارهاب اصلا؟ لان ساعتها اسيوط كانت لسه مستمره في انها تبقى مقر الارهاب والجماعات الاسلاميه، والموضوع وصل انك ما ينفعش تشغل كاسيت فيه اغاني مثلا في الشارع. مفيش حاجه اسمها كاسيت يتفتح في الشارع. يعني في محاربه للفن وتحريمه، والناس اصلا بقت عندها خوف وهي ماشيه في الشارع. وكان ايامها بيحطوا حاجه زي البارود في علب الكوكاكولا والحاجات دي على الشبابيك تفجر. والموضوع وصل ان في فرقه بتعمل مسرحيه اتمنعت من انها تعمل المسرحيه. معرفش اتمنعت خوفا من الارهاب ولا تهديد اصلا من الارهابيين. فلا يعني هو كان فيه هجوم كبير على الفن وسيطره. فده بالذات بقى اللي خلى عادل امام يروح اسيوط يعرض مسرحيه الواد سيد الشغال في عز ومقر الارهاب عشان يخلي سكان المحافظه ما يخافوش من حاجه اصلا. رحت اسيوط والناس فتحت الدكاكين بتاعتها اللي كانت مقفوله، واللي كان بيشتغل كاسيت شغله. قلت لهم عايز الحفلات تبقى بتذاكر، وقلت لهم الفلوس دي بقى كلها تروح للنشاط الثقافي في المحافظه. يعني عادل امام بيعرض مسرحيه قدام الجمهور كله، لو واحد بس من وسط الجمهور ده كده كان داخل ومعاه سلاح، هو ممكن يدي طلقه لعادل امام في وسط ما هو عمال يهزر ويضحك ويخلص عليه بسهوله يعني. بس هو رايح عشان يثبت الرساله دي. وفعلا عادل امام بيعرض المسرحيه ويروح والجمهور كله بيستقبله قدام المسرح، وشعب اسيوط كله مبسوط منبهر ان عادل امام جاي له، ومحدش قدر يعمل له حاجه. أن الفن هو ضمير الأمة، وبلد بلا مسرح بلا فن هي بلد بلا ضمير. في ناس قعدت تقول عادل امام يا ابني كان متأمن جامد وحواراه حراسه وبتاع، بس اكيد عادل امام مش عليه حراسه اكتر من اللي كانت موجوده على السادات اللي هو رئيس الجمهوريه. فمن الواضح وقتها ان الارهابيين ما كانش ليهم كتير. وقصه زي كده تحس انها فيها ايه، حاجه اسطوريه، حاجه شجاعه. ولان الفرقه كلها كمان راحت معاه، يعني هو مش هو بس اللي شجاع، ده معاه فرقه كامله راحت. كان ممكن يغتالوهم هم كمان، لو واحد بس منهم اغتال يبقى اكنهم اغتالوا عادل امام نفسه. وعادل امام مثلا ما اكتفاش بالمسرحيه اللي راح عرضها وسط الارهابيين، لا ده عمل فيلم الارهابي وعمل كذا فيلم بيطلع فيه الارهابيين. فلا عادل امام لسه معانا كتير في الفيديو ده. فنسيب عادل امام شويه كده ونروح لقصه احمد فهمي وشيكو وهشام ماجد بفيلم رجال لا تعرف المستحيل. هم بصراحه الثلاثي ما سابوش لقاء الا لما يحكوا الموضوع ده. مسكنا عليها قبل كده امن دوله الافلام دي، انتشر في مصر جدا، رحنا امن الدوله، مسكنا امن دوله على طول. ده فيه ما كناش متخيلين الفيلم هينتشر لدرجه ان هو يوصل لحد في امن الدوله. ما اتقبض علينا في امن الدوله. في الاول اتحكت مره كده، وبعد كده بقى كل ما مذيع يستضيفهم يقول له ها انتوا اتمسكتوا في امن الدوله فعلا؟ انا عايز اعرف انت كيف تم استدعائك لامن الدوله ساعتها؟ الموضوع حصل بسبب ان فيلم رجاله تعرف المستحيل ده هو عن فيلم الطريق الى ايلات، تريقه او بارودي عليه، يعني احداثه بس بتريقه. فكان في مشاهد للمخابرات مثلا. فالفيلم ده لما اتشهر افتكروهم ناس عايزين يعملوا حاجه، عايزين يعملوا قلق، بيتريقوا على الحكومه، بيتريقوا على البلد. فلما قبضوا عليهم قالوا احنا ناس تافهه يعني عادي. الناس جايه تهزر يعني. فبعد ما طلعوا من التحقيق ده راحوا بقى مولات الكمبيوترات، شيلوا يا جدعان الفيلم ده محدش يحطه على الهاردات ولا حاجه. لو سمحت انتوا عارفيننا؟ قالوا لنا انتوا اللي عملتوا رجال لا تعرف المستحيل، ده الفيلم حلو قوي. نقول لهم شيلوا الفيلم. وعايز اقول لك من ساعتها والفيلم ابتدى يتباع اكتر عشان الممنوع مرغوب طبعا. فعلا بطلوا يمثلوا، قعدوا بتاع سنه ونص كده قاعدين خلاص بقى احنا قاعدين نشوف ايه الدنيا، لحد ما المنتج محمد حفظي كلمهم وقال لهم تعالوا ايه انتج لكم. وانتج لهم برنامج افيش وتشبيه، وده برنامج ما اتعرضش في مصر، كان بيتعرض على قناه عربيه وما اتشافش كتير في مصر، ولكن هتلاقي فيديوهاته دلوقتي تنزل على اليوتيوب، في منها اللي هو كان بيقلدوا فيه مافيا والحاجات دي. وبعدها بيعملوا فيلم ورقه شفر بس، ومن ساعتها الناس يعني ما شاء الله نجوم. والقصه الثالثه بقى مش بسبب فيلم ولكن بسبب الادب، قصه الاديب نجيب محفوظ لما حاولوا يختلوه. ليه بقى حاولوا يختلوا نجيب محفوظ؟ عمل ايه الراجل اللي بيكتب بس؟ تقتلوا ليه؟ مخاطب العالم كله قلت لهم نجيب محفوظ يغتال. الجماعات الارهابيه كانوا عايزين يختلوه بحجه انه رجل مرتد. طب مرتد ليه؟ بسبب كتابته لروايه اولاد حارتنا اللي هم شايفينها بتسيء للاسلام. طب هو كتب الروايه دي امتى؟ كتبها سنه 1959. حلو. حاولوا يختلوه اصلا سنه 1994، يعني يعتبر كده بعدها ب 30 سنه مثلا. فاللي هو يا لسه فاكرين ما كنت اختلتوه ساعتها. بس لا، نجيب محفوظ من 30 سنه كان مواطن عادي بيكتب عادي، ولكن بعد 30 سنه لما حاولوا يختلوه كان نجيب محفوظ الاديب العالمي الحاصل على جائزه نوبل. فانت لو قتلته انت قتلت رمز عالمي. واليوم اللي حاولوا يختلوه فيه كانت الذكرى السادسه لتسليمه جائزه نوبل. المهم حاولوا يقتلوه ازاي؟ كان في اتنين الاول راحوا بيته خبطوا وجايبين ورد وبتاع
كأنهم يعني فانز وعايزين يقابلوه. فزوجته قالت له لا هو مش قاعد هو يعني بكره ممكن تقابلوه في مكان هو بيقعد فيه. تاني يوم قعدوا مستنيينه قدام بيته. استاذ نجيب محفوظ كان نازل رايح يركب عربيه واحد صاحبه، وركب فعلا العربيه الحمد لله. الاتنين دول واحد منهم راح له كده، فنجيب محفوظ فاكره يعني راجل معجب او قارئ فبيحبه، كان هيسلم عليه عادي. فجاه الراجل ده طلع مطوه قرن غزال وغزه في رقبته. عارف انت رقبته كده طعنه. بس الحمد لله ان الراجل ساب السكينه، ما غرزش وطلع، لا هو غرز وسابها. ده خلاه ربنا يسترها معاه ونجيب محفوظ يلحقوا يعالجوه بسرعه في المستشفى، لان ما بقاش فيه نزيف خارج لبره. المهم لما مسكوا المتهمين ووقفوهم كده، انتوا عملتوا كده ليه بقى؟ ها قولوا لنا. عشان كاتب روايه اولاد حارتنا. ايه ده يعني انتوا قريتوها ولقيتوها فعلا بتسيء الاسلام؟ اعوذ بالله نقرا؟ هو احنا فاضيين يا اخ لله؟ الشيخ جزاه الله خير هو اللي قال لنا انه مرتد ويجوز عليه القتل. فببساطه هم كانوا نازلين يقتلوا عشان ياخدوا حسنات. ما اعرفش الدين ده فهموه ازاي ووصلوا ازاي للمرحله دي. في ناس بتقول ان هم كمان ما بيعرفوش يقروا اساسا ولا يكتبوا، فعملوا كده بس عشان ينقذوا الدين الاسلامي والمجتمع من انه يبوظ من امثال نجيب محفوظ بيبوظ المجتمع. فلما نجيب محفوظ عرف مين اللي حاول يغتاله عمل رد فعل غريب قوي محدش يقدر يتوقعه اصلا. راح جاب لهم هديه، والهديه هي انه اداهم كتبه كلها ورواياته وكاتب عليها اهداء. بس الاهداء هو ما قدرش يكتبه بايده لان الطعنه اللي جت في رقبته اثرت على اعصابه، فمل حد يعني وكتبه. وقال له ايه بقى معنى الاهداء؟ فيما معناه ان القراءة والثقافة هي اللي تصلح المجتمع مش العكس، يعني دي معناها. فكل ده حصل بسبب ان ناس شايفة ان رواية مكتوبة بتسيء للدين. ويقال ان الجماعة الارهابية دي هي اللي روجت ان نجيب محفوظ خد جايزة نوبل بس على اولاد حارتنا، وان هو بيسيء الاسلام فرضى الغرب. ولكن اصلا لو دخلت تشوف هو اخد جايزة نوبل ليه، هتلاقيه اخدها على كذا رواية، ومنها الثلاثية ومنها اولاد حارتنا. فالفكره انك بتقرا حاجه وكفرت الشخص وعايز تقتله بسبب حاجه كتبها. واصلا بقى الروايه دي كانت ممنوعه في مصر، ما كانتش ينفع تنشر، اتمنعت اول لما اتكتبت ساعتها وخلاص، واتنشرت في لبنان وكذا دوله، وابتدت بعد كده تتهرب وتدخل مصر عشان الناس تقراها. ما انا مش بدافع عن الروايه، ولكن انت متخيل كان هيقتله. المهم ساعتها اصلا الفنانين ما سكتوش ولا عادل امام نفسه حتى. يا اهل كذا يا بتوع كذا نجيب محفوظ يغتال. عشان انا قلت لكم هنرجع لعادل امام تاني. اهو اصلا عادل امام ده سنه 2012 اتحكم عليه ب3 شهور سجن و10000 جنيه غرامه بتهمه ازدراء الاديان. لما يتحكم عليك بالسجن طبعا ده شيء مرعب يعني، واسرتي خايفه واحفادي خايفين عليا واولادي خايفين عليا والجمهور بتاعي خايف عليا. وحصلت هتافات وناس تتضامن معاه ويفط وبتاع، واتحكم عليه فعلا ب3 شهور وال10000 جنيه غرامه. والقضيه بقى كانت ايه؟ هي اساءه الاسلام بالشخصيات اللي بيعملها في افلام. وكان من ضمن القضيه دي هي فيلم الارهابي وفيلم السفاره في العماره ومرجان احمد مرجان، بانهم بيسيئوا للاسلام. وبعد ما اتحكم عليه بالحكم اللي هو يتحبس، عادل امام ما اتحبسش طبعا، عمل استئناف، ما هو مش هيسكت يعني. وفعلا القضاء في المره اللي بعدها قال ان الاعمال الفنيه دي كانت بتنقض المجتمع واللي بيحصل فيه دلوقتي. وعادل امام نفسه كان بيقول ان هو بينقض رجال الدين وده ملوش دعوه بالدين نفسه. وحتى شخصيه الارهابي دي ما اعتقدش انها تصنف شخصيه دين، يعني ده ارهابي، مع اني والله ما بحبش فيلم الارهابي. والقضاء قال ان الافلام دي ما بتعملش اي اساءه لاي دين من الاديان السماويه، وطلع براء. انا بعتبر ان هذا الحكم هو رد اعتبار مش ليا، لا هو رد اعتبار للفن المصري والثقافه المصريه وحريه التعبير. اصلا فكره ان هو يعني بعد ما راح اسيوط والحوار ده انه يعمل فيلم الارهابي ده، انت خلاص بقى انت مستفز. الحمد لله بجد ان هو ما حدش اغتاله بعدها. الفكره برضو ان القصه اللي بعدها برضو هتلاقي ان عادل امام كان هيتحبس بفيلم الافوكاتو، والمره دي بقى اللي كان رافع عليه قضيه بقى مش اي حد، ده كان مرتضى منصور. فقلت له بص عادل خلي بالك انت شتمتني وانا من شبرا ولود بالفرج وانا هضربك بكره في المحكمه، فجهز نفسك. كان ايما بيعمل شاهد ما شافش حاجه، فكان معايا العيال اللي هم عضلاتهم تعمل ايه اللي حصل بالظبط؟ انا عاوز اعرف. لا اللي انضربوا كلهم طبعا. واصلا بقى فيلم الافوكاتو ده فيلم جامد جدا، ومن الحاجات اللي قالوا ان هم خلتهم يرفعوا قضيه هي ان القاضي كان بيهزر، ومرتضى منصور شايف ان ده ما ينفعش، في حين ان فيلم الافوكاتو ده من الجنرال اللي فيها هي جنرال كوميدي، لان ده عادل امام اصلا. والموضوع فعلا كان قضايا، وكان في مرتضى منصور بيجيب بلطجيه وعادل امام بيجيب بلطجيه وبيتهدد بالقتل. كلمت عادل امام قلت له خلي بالك اللي حصل الاسبوع اللي فات هيحصل معاك تاني. قال لي وانا جاهز لك المره دي، وقد كان لكن جاهز اكتر 100 مره بقى، جاب قوات هدول 20 مره. قلت له تمام، رحت لوحدي. فالموضوع كان فيه دراما كبيره يعني. بس الغريبه ان هما بيتهموا بطل العمل بس انا شايف حاجه زي كده مش بس عادل امام يترفع عليه قضيه، ده الفيلم بيبقى باسم المخرج اصلا، ده المفروض
ومش كده وبس، ده انت في رقابه بتقرا الفيلم في السيناريو الاول، ورقابه بتراجعه تاني بعد ما الفيلم يتصور. فانت كل الناس دي لو وافقت ان الفيلم يتعرض اصلا بقى المفروض يتحاكموا معاه. معرفش ليه عادل امام معرفش ليه البطل هو الوحيد اللي بيتصدر عندنا المشهد، وده غالبا هو اللي مخلي ان الافلام في مصر عندنا تتقال باسم الممثل، لان الممثل هو رب العمل وهو المسؤول عن كل حاجه. فده يخليك تحس ان الممثل بقى من حقه دلوقتي ان هو يتدخل في السيناريو ويتدخل في كل حاجه، لان كل حاجه بقت محمله عليه. اي غلطه هتحصل بقت على الممثل مش على المخرج. فممكن يكون حاجات زي كده هي دي اللي مخليه ان الممثل بيبقى شايل هم كل حاجه في الفيلم لانه باسمه. في حاجات انا مش عايز اطول عليكم يعني، بس في حاجات تانية بتحصل خطيره للممثلين بسبب التصوير نفسه. بس حاسس انها وسط الدارك ده ما ينفعش تتذكر في الفيديو ده. ممكن نبقى نعمل جزء تاني عن الحاجات اللي بتحصل اثناء التصوير، المشاهد الخطيره يعني. فبس قولوا لي رايكم في الحلقه دي، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، ابعتوا الفيديو ده لاصحابكم لو عجبكم، وناقشوني في الكومنتات. بس